ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فروى البخاري في أدب المفرد والترمذي في سننه وأحمد في مسنده ابن أبي حاتم في تفسيره وابن عدي في مسنده والبزار في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وابن حبان في سنده وابن حزين في سنده والحاكم في كتابه والبيهقي في شعب الإيمان بسند سيد الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر ولما رقي للدرجة الأولى قال أمين ثم رقي الثانية فقال أمين ثم رقي الثالثة فقال أمين. فقالوا يا رسول الله سمعنا لك تقول آمين 3 مرات. قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانصرف منه ولم يغفر له فقلت آمين. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين. ثم قال شقي عبد ثلث موته ولم يصلي عليه فقلت آمين. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا عباد الله يقول تبارك وتعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمنا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاية بنية صالحة بنية خالصة لله تبارك وتعالى بما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق البذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه يسرا وليجزي هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه النسائي في سننه وابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده وغيرهم بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم صوم الجنة. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة. أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم. وأما في الآخرة فهو الجنة من النار يدرك من النار يوم القيامة. والصوم تعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس منها. أيها المؤمنون الصوم مانع للصائم من اللغو والرفث وقول الزور والعمل به والجهل. وينبغي أن يكون شعار الصائم في شهر رمضان إذا سافره أحد أو شاكره أن يقول إني صائم. وهذا ما يدل في الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه أخرجه البخاري وغيره. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن قاتله شاتمه فليقل إني صائم. أخرجه البخاري، أخرجه الشيخان. هذه هي الحكمة من إيجاب الصيام، وإذا كان كذلك فينبغي لنا في الصوم أن نحرص على كل الطاعات من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وبسط الوجه وشق السر وحسن الخلق. فإذا ظل المسلم على هذه الحالة طوال الشهر فلا بد أن يتأثر ولن يكن الشهر إلا وهو قد تغير حاله. ولهذا شرع في آخر الشهر أن يخرج الإنسان زكاة الفطر تكوين تزكية النفس، لأن النفس تزكو بفعل الطاعات وترك المحرمات. وقل ما سمعتم واستغفر الله منه.